واصل الهلال السوداني حصد الانتصارات بعد تغلبه على ضيفه توبويسون مازيمبي الكونغولي ب2-1. جاء ذلك في اللقاء الذي أقيم في موريتانيا لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. الهلال السوداني يريد السير في طريق الانتصارات ولا شيء آخر، وفي مهمته القارية على الأراضي الموريتانية استقبل في المجموعة الأولى تيبي مازيمبي الكونغولي، وبعزيمة بينة تمكن العريق الأزرق من صناعة الفارق محققا الفوز الثمين ب2-1. وبصورة مبكرة بدأ الهلال مده نحو الشباك بغاية وحيدة وهي التسجيل، لكن بعدها أتى التغيير الأول في المباراة بتحصل الهلال على ركلة جزاء تمكن محمد عبد الرحمن من ترجمتها إلى أول أهداف اللقاء عند حلول الدقيقة 21. شوط أول انتهى حيث طمأن فيه الهلال جماهيره في انتظار مجريات النصف الثاني. القوي مازيمبي لم يستسلم لهذا التأخر رغم خطورة عبد الرحمن ليجيب أوسكار كابويت بتسديدة صاروخية أسكنت الشباك في الدقيقة 64 معادلا بذلك النتيجة للفريق الكونغولي ومعيدا الأمور إلى البداية. ومع محاولة إعادة الفارق لصالح الفريق السوداني تحمل جون كلود المسؤولية في الوقت القاتل ومن لقطة فنية رائعة وإسقاط للمدافع بمرور جميل نجح بتسديدة قوية من وضع الهدف الثاني على لوحة اللقاء مطلقا الفرحة في كل مكان في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع لينال الهلال الفوز الثاني بالغا على إثره النقطة السادسة في صدارة المجموعة الأولى وبفارق نقطتين عن مولودية الجزائر الثاني. الحقيقة مباراة كانت معقدة يعني قدام فريق كبير مازيمبي، يعني فريق له اسمه في الغارة، بس الحمد لله يعني قدرنا نحقق 3 نقاط كانت مهمة جدا بالنسبة لنا. وأول شيء بقول ثاني شيء بقول مبروك لجمهور الهلال العظيم وبهنيهم على 3 نقاط. قدامنا مباراة برضو ما سهلة قدام المولودية، إن شاء الله نحاول نقدم أفضل ما عندنا ونطلع ب3 نقاط تساعدنا إن شاء الله في التأهل للدوري الثاني إن شاء الله بإذن الله.